السلام عليكم. هنعمل النهارده الفطير المشلتت بكل تكاته وحركاته الجامده جدا. زي ما انتم شايفين كده الفطير طالع مورق خفيف جدا، هش كمان ومش دسم ولا اي حاجه. هتاكليه بجد، مش هتبطلي تعتمد الطريقه دي في التحضير. زي ما انتم شايفين كده هناكله بقى مع العسل الاسود والجبنه القديمه. يا سلام على الفطير وعلى جماله بجد. مش هتبطلوا تعملوه بالطريقه دي، وفعلا خطير خطير خطير. هتجربوه بنفسكم وهتقولوا لي رايكم في الكومنتات. يا ريت اتمنى كمان انكم تحطوا رايكم في الكومنتات. شايفين الفطير جامد؟ يلا بينا بقى على التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كده انا معايا 2 كيلو من الدقيق، هاخد منهم حوالي كوبايه ونص بس. تمام، على جنب. هبتدي بقى انخله بالشكل ده. طبعا زي ما اتفقنا المخبوزات كلها لازم تنخلي الدقيق بتاعك. تمام. الدقيق فيه اي حاجه، اي شوائب تطلع في المصفى السلك دي. غير ان هو كمان الموضوع النخل ده بيخلي العجينه معاكي تطلع ناعمه جدا وطريه. يبقى احنا كده هننخل الدقيق بتاعي. اشيل منه بس حوالي كوبايه كده، كوبايه ونص. تمام. هضرب بقى العجان. انا طبعا بعجن في العجان، لو حابين تعجنوا بايديكم مفيش اي مشكله. تمام، هتعجنوها وتطلع معاكم زي الفل. انا بحضر 4 كوبايات من الميه. تمام، من الحنفيه عادي جدا. هدوب فيها معلقه ونص من الملح في الميه. 4 كوبايات في البدايه حطيتهم، بعد كده هي احتاجت كمان كوبايه حطيتها، يبقى كده 5 كوبايات على 2 كيلو من الدقيق الا كوبايه. تمام. الكوبايه دي اللي هي الكوبايه اللي انت شفتوها دلوقتي، كوبايه الميه اللي موجوده في كل بيت. تمام. على فكره كوبايه الميه دي ان هي نفس المج بتاع الشاي على فكره، يعني لو قستوها اللي هو هي المج بتاع الشاي برضو اللي متعودين عليه. تمام. ابتدي بقى ابتدي اعجن كده بالتدريج. هنزل بالميه واحده واحده. انا لا عايزاها تاخد ميه زياده ولا عايزاها تحتاج دقيق. لو وصلت لحد هنا يا ريت تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه عشان باذن الله ينزل لكم كل جديد، فضلا وليس امر. شايفين انا ماشيه معاكم في الخطوات خطوه خطوه. تمام. عايزه تعجنيها بايديكي هتعجنيها كويس عادي جدا، مفيش مشكله خالص. طالما قادره تعجني عجني. تمام. ما عندكيش عجان تقدري تعجنيها بايديكي عادي جدا. تمام. ابتدي بقى انزل بالميه كده واحده واحده لحد بصوا شايفين انا بوريكم العجينه. انا قلبت العجان عشان اوريكم العجينه. لسه محتاجه اهي تاني بتلم. هتبصوا تلاقيها بتلم كل اللي في الحله تبقى نظيفه جدا مفيهاش ولا اي حاجه. دي بجرب اهو، لقيتها لسه بتقطع شويه. لا بحاول بلفها تاني. انا يعني حوالي 13 دقيقه في العجان. شايفين طلعت لي اصلا، بص بتبوظ ازاي. هي بتقول لكم انا خلصت، بس برضو هديها لفه تاني يعني انا مش مقتنعه. كمان لف. خلاص العجينه خلصت معايا. اخد العجينه بتاعتي اوصل اهي. بصي يعني شايفين ما فيش ولا نقطه دقيق في الحله، وطلعتها كلها عادي اهو. شايفين بالشكل ده. دلوقتي بقى هلفها بالاسترتش او يعني هغطيها بالستريتش واحط عليها زي فوطة ولا حاجة، واسيبها حوالي نص ساعة. ممكن تسيبها من نص ساعة، ساعة الا ربع كده يعني. يعني بس ما تطولش عليها. تمام. هتبص تلاقيها كل ما تريحيها برضه تبقى ايه، يعني هتبقى جميلة معاكي. انا هنا حطيت نص معلقة من البيكنج باودر على كوباية ونص سمنة. كوباية ونص كبيرة من الكوباية اللي وريتها لكم دلوقتي، كوباية المية، كوباية ونص سمنة، وحطيت على نص معلقة من البيكنج باودر. اعملي التكة دي وما تخافيش في السمنه، مش في ما حطيناهاش في العجين، حطيناها في السمنه. تمام. العجين هيطلع معاكي تحفه وهيطلع يعني خفيف جدا. العجينه عشان مريحاها كويس هتجري معاكي على الكاونتر ولا هتجري معاكي على
شايفين كده؟ يعني جريت معايا. تمام. شايفين؟ مرتاحة، هتريحك جدا، يعني كل ما تريحيها هتريحك. تمام. مش هتاخدي وقت ولا مجهود، ومش هتحسي ان انتي تعبتي فيها خالص. هنزل بقى بالسمنة بتاعتي على الرول كله كده، على العجينة كلها دي من الاول للاخر، واللي انا مش هحط اصلا سمنة تاني خلاص. تمام. ممكن يعني لو حطيتي هتبقى حاجة ما تذكرش. تمام. مش هسيب حتة كده ما احطلهاش. يبقى الف الرول بتاعي. شايفين؟ ده عندها كلها. تمام. لف الرول بتاعك، يا ريت كمان رفعيه اكتر من كده، يا ريت، يعني انا مش عارفه كنت مستعجله ليه. طبعا انا حطيت شويه من الدقيق في تحت عشان ما تمسكش بس في مني في الحاجه اللي بعجن اللي بلف عليها. تمام. الف كده واضغط. تمام. وانفض الدقيق اللي عليها، الف واضغط وانفض الدقيق، الف واضغط وانفض الدقيق اللي موجود عليها، مش هخلي دقيق خالص اهو. شايفين كده؟ اخر حته دي احاول ايه اسمغها كده، اللي هو ايه، الزقها، يعني الزقها في العجين نفسه. تمام. واخد بس العجين اللي في القعر ده كله، وايه، او اللي طلع باظ شويه مني من العجينه ده، اروح حاطاه من فوق حته السمنه اللي طلعت. ابتدي بقى قطعي العجين. انا هنا ريتال بتدهن لي الصواني بتاعتي. على ما تدهنها كده ايه، انا بقطع على قد الصواني. فيه هتلاقي صينيه صغيره، صينيه كبيره، حسب الايه اللي موجوده عندك او المتاحه عندك. شايفين؟ ادي قطعه، 2 3 4 5 قطع، عملوا لي 5 صواني بالشكل ده. خديها بقى حطيها في الصواني بتاعتك، والصواني برضو هتسيبيها كمان 10 دقايق. تمام. يبقى هنا في المرحله دي انا حطيتهم في الصواني مدهونه زيت، وهسيبهم 10 دقايق. هنا ال10 دقايق عدوا، ببتدي اجيب العجينه بقى، افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما تتفرد معايا. هنا اساسا مش محتاجه كمان المردانه دي، انت ممكن كمان تضغطي عليها بايديك. انا معرفش كنت مكسله ليه. ماسكه البتاع وشغاله اهو. هتفرديها كده اي فرده، مش ضروري تخففيها ولا ترققيها ولا اي حاجه خالص، وتلميها. تمام. خليها بس تلمي كل اللي لميتيه كده من تحت، وتحطيه في الصينيه بتاعتك اهو. هعمل التانية معاكوا اهو. شايفين؟ زي ما تيجي معاكي افردي، زي ما تفرد معاكي افردي. تمام اهو. شايفين؟ هي اصلا كده ورقت اساسا، مش محتاجه حاجه. شايفين اهو؟ انا عشان ما تتقطعش مني رحت لميتها بسرعه على طول يعني اهو. بس تخلي الحته الناعمه بس من فوق. تمام. اعمل كمان واحده. انا بحط، بصي هي تقريبا الازازه ما كانش فيها اساسا. يعني هي نقط زيت كده بسيطه خالص، بس عشان ايه، تفرد معايا كويس اهو. فرد. شايفين؟ هي بتفرد معاكي بمنتهى السهوله. كمان لو يعني بكف ايدك ده هتبقى جميله كمان، مش محتاجه كمان المردانه دي اساسا في اي شيء، او النشابه. دي حسيتها ناشفه سنه، فهتطلع حته سمنه صغنونه خالص اساسا، اللي كانت باقيه من البواقي اللي موجوده في الطبق. نفس الطبق ما جبتش سمنه زياده عن اللي انا ايه عملت بيها. بس هتعمليها بقى بسمنه بلدي، هتعمليها بسمنه نباتي. انا عاملاها سمنه عاديه من العلبه كريستال. تمام. هتتعمل، مفيش حاجه هتقولك لا. وبنزود لو عايز حابه تحط لها شويه من الزيت برضو عادي. الزيت ده اللي انا فردت بيه، دهنت بيه الصواني ده، حطيته على الكونتر او الرخامه اللي بتعملي عليها. فاهماني؟ بس لكن ما استخدمتوش في حاجه تاني. بتلمي هو العجينه بالشكل ده، تخلي الحته اللي انت لميتيها دي من تحت، والحته الناعمه من فوق. تمام كده لحد هنا. يا ريت تعملوا لي لايك، وتعملوا اشتراك في القناه، وتعملوا شير كمان. يا ريت يعني، بتمنى طبعا. واللي يحضر الفطير او يعمله بالطريقه دي، يا ريت يبعت لي ويقول لي ان عملته، وكمان يبعت لي صوره، ده ابقى سعيده جدا يعني.
وقولوا لي اخباره ايه معاكم، ايه الحاجات اللي ممكن تكونوا وقعتوا فيها، او الحاجه اللي ان شاء الله مش هتقعوا في حاجه باذن الله. لو عملتوه بنفس الطريقه دي هيطلع معاكي تحفه. هنا بقى بعد ما عملته زي كده هتسيبيه كمان 10 دقايق. يعني انت بتاخدي في الموضوع كله ساعه اساسا يعني. تمام. نص ساعه الراحه الاولانيه خالص بتاعه العجين، وبعد كده تبتدي تقطعي وتريحي 10 دقايق، والعشر دقايق تانيين دول اللي هتريحي فيهم تاني. بصي وانتي بتفردي في الصينيه زي كده، لقيتيها ما فردتش معاكي بسرعه، اركنيها على جنب واعملي اللي بعدها. تمام. على ما تعملي اللي بعدها تكون الاولانيه يعني ريحت معاكي وهتريحك برضو في الفرق. تمام. لقيتيها ماشيه معاكي امشي معاها. تمام. لا بصي دي كانت اخرها كده، رحت سبتها تريح تاني، اخد اللي ايه اللي قبلها. فاهماني؟ شايفين اهي دي مشيت معايا كده تمام خالص، رحت مشي يعني اشتغلت فيها. هتخففيها قوي مش هتطلع يعني مش هتطلع برضو ايه. انا بحبها هنا عاملاها مخففاها شويه، عايزاها ناشفه شويه صغيرين. انا بحبها ايه اللي هي بتطلع مقرمشه قوي. فاهماني؟ لا مش عايزاها المقرمشه قوي دي، يبقى هتفردي الفرده اللي هوريها لك دلوقتي. بص اهي دي اللي هي تبقى تخينه شويه بالشكل ده، دي هتطلع لك ورقه جامد قوي من جوه من جوه. تمام. عايزاها ناشفه زي ما انا عملت واحده كده، انا بحبها محمصه شويه فهعملها ايه سمكها خفيف شويه. بس كده. من فوق بقى ابتدي تدهني الصواني كلها بحته صغيره من السمنه اللي متبقيه في نفس الطبق. تمام. حته صغننه خالص من فوق، انا مش حاطه كتير. زي ما قلت لكم انا مش عايزاها خالص تمز سمنه، انا عايزاها تبقى خفيفه وانت بتاكليها ما تبقيش متضايقه منها. وهحطها في الفرن. الفرن بقى طريقه التسويه ازاي؟ الفرن بتبقى سخنه جدا. تمام. الفرن بتبقى سخنه جدا. لو بتسوي في فرن الفرن الكهرباء يا ريت تشيلي الصاجه اللي تحت الفرن دي عشان تبقى منها مباشر للصينيه على طول. تمام. بس تتابعيها بقى فوق وتحت، شغلي من فوق بطيء هاديه كده، وتابعيها. شايفين التوريقه بتاعت هي كانت سخنه ما كنتش عارفه امسكها كمان. التوريقه بتاعت الكنافه يا جماعه فعلا جلاش والله. التوريقه بتاعت الفطير تحفه. شايفين؟ انا ولادي هنا شغالين يقولوا لي هاتي يا ماما حته هاتي، وانا كمان بصراحه هو يا سخنه ما بقدرش اتحمل. شايفين؟ يلا بقى مع العسل الاسود مع طبق الجبنه القديمه، يا سلام. غدوه تحفه والله، غدا عشاء يعني بيمشي بصراحه. شايفين التوريقه بتاعتها تحفه ازاي؟ رائعه، هتعجبكم جدا. يا ريت تعملوا اشتراك للقناه، يا ريت تعملوا لايك. والف هنا وشفا عليكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. دي اللي هي كانت في الفرن على فكره، الفرن الكهرباء.